ثبات على المبدأ، عدم تغيير المواقف، كلمتهم واحدة. فكل المنظومة اللي خرجت على الانتخابات بتاعت 23 أكتوبر هي كلها فشلت. الحكومة مسؤولة على السياسة اللي تبعتها، معناها أن الناس اللي سيروا في البلاد نجحوا ومعناها فشلوا فيها. الترويكا هذه فشلت، وأن الحكومة هذه في شكلها هذه راهي ما تنجمش تواصل، ما تنجمش تواصل. أنا جربت ففشلت. الحكومة ما هي ترويكا هي ولا هي أيضا ثم استحقاقات نتاع الشعب، معناها بعد الثورة، التشغيل، الفقر، تهميش المناطق المهمشة، هذه وقع فيها حاجة، هذه وقعش فيها شيء. السنة اللي فاتت أنا عايز أفكركم بالكلام اللي اتقال، بحيث مش ممكن ما ندجلوش على الناس، ما مش نعطيو الشغل الناس كل توا. يعني هنالك انتظارات كبيرة وطلبات كبيرة، في الحقيقة يصعب الاستجابة إليها من أول وهلة، لأن مهما كان الشخص ليس له عصا سحرية، والحكومة هذه ما عندهاش عصا سحرية، راهي تفضل المشاكل، منهم المشاكل الزمنية نتاع العروشية ما تنجمش تفضها في نهار. ما زالت ثم كما قلنا يقطع الطريق، ما زالت كذا، وراه كل عملية مليار تتكلف، كما تاع السكة تاع المتلوي يجي يوقف السكة مليار في اليوم. هذم كلهم المطالبات الاجتماعيه، والناس كل تحب تزيد، والناس كل قدام الولايات اللي شد ورقه اللي شد كذا. شويه وعي، شويه قوه وعي، شويه تريث، وما نحبش نستعمل كلمه كبير، لكن ان بو دو فيرتي. راهم لي تونيزيان سون فيير، يفو ان بو دو فيرتي. دولتك تمر بظرف صعب، انت اخترته، انت مشيت عملت الثوره هذه بور ان افير مايور. هذا يتطلب شويه وقت، تكون عندك شويه فيرتي، شويه خشم، شويه نيف، باش تعرف انه راهي المطالب الاجتماعيه ما تحلش تو. احنا كلنا خرجنا قلنا بن علي فلس البلاد، مو هكا ولا؟ كيفاش اذا كان هو فلس البلاد نجم ناخذوا من عندها تو؟ معناها ما نبداوش ندزوا ياسر حتى لين في الاخر معناها نلقاو رواحنا باش نخسروا برشا حوايج. شويه صبر، واكيد انه كل من حرم لابد انه تكون عنده الاولويه في المستقبل. واحنا كل يوم عندنا اعتصام، علاش اعتصام؟ نحبوا نخدموا، والخلق اللي يخدموا، يجي السلطه توقف اللي يخدموا واللي ما يخدموش، نزيدوا بخ على بخ. مش معقول وان يتطلبوا منا باش نفضوا مشاكل نتاع 23 سنه نتاع انحراف ونتاع استبداد ونتاع كذا. هذا انا نقول لك لازم سنوات. يعني مساله الاقتصاد ومساله التشغيل، انا اعتقد اللي يتكلموا على الموضوع ما يعرفوش. راهو التركه اللي لقيناها تركه صعيبه، ونأكد لكم وتوا تشوفوا المستقبل أن حتى 10 سنين ما نوصلوش باش نوصلوها. ذاكرتهم ضعيفة، أو يمكن إحنا اللي بننسى. طب كنتوا استنوا الجيل يتغير، معلش. وكرهتم الكثير منهم اللي قالوا أن الحكومة الفارطة خلت لهم تركة كبيرة. ممكن لو كان أنا قلت أن بن علي خلى لي تركة كبيرة وأنا ما عملنا شيء. راهو التركه اللي لقيناها تركه صعيبه، ونأكد لكم وتوا تشوفوا المستقبل أن حتى 10 سنين ما نوصلوش باش نوصلوها. لو يوم يقيموا علي الحجه في اني قلت شيء ماهوش صحيح، انا نعتبره اني فشلت. ما تجيبش حاجه من عندنا، هو كله من الفيسبوك.